السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي إبداع الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا معايا النهاردة فكرة جامدة جدا. من خافض اللسان. خافض اللسان دوت اللي بتلاقيه عند الدكاترة، اللي بيكشفوا بيه الدكاترة. يعني ده بتلاقيها علبة كبيرة كده فيها يجي 100 واحدة، ورخيصة جدا عند بتوع المستلزمات الطبية. مش موجودة، ممكن تجيبي اللي هي بتاعة الايس كريم. العصاية بتاعة الايس كريم بتبقى بتدي نفس الغرض برضو، بس اهم حاجة انها تبقى كبيرة شوية. هي دي ميزتها ان هي كبيرة وهتنفع معانا في الفكرة بتاعتنا. هجيب كده مجموعة منها. طبعا دي مش العلبة، يعني انا جبت منها شوية بس اعمل بيها الفكرة بتاعتنا. ثبت كده مجموعة جنب ورا بعضهم زي ما انت شايفاها كده كأنها برواز، عشان نعملها بقى تحفة فنية جميلة. وجبت كمان 4 معايا كده علشان اثبت بيهم الظهر، يعني هثبتهم مع بعض بايه، مش هلزقهم على خشبة ولا كرتونة ولا اي حاجة. انا هثبتهم في بعض كده وهتبقى جامدة جدا وشكلها تحفة في الآخر. هتشوفيها دلوقتي شكلها عامل ازاي، حاجة كده وهم. بجد شكلها عجبني قوي في النهاية، شكلها حلو جدا. اهم حاجة ان اثبت من اليمين ومن الشمال وفوق وتحت، بحيث ان يعني اثبت كله مع بعضه، يعني اخر اللي فوق باول اللي تحت، الاتنين يبقوا جنب بعض بحيث ان يبقوا ماسكين بعض. يبقى كل حاجة ماسكة بعضها، يعني ما يبقاش بعاد عن بعض ويفكوا من بعض. كده بعد ما ثبتهم خالص، واكدت كمان على اي مكان مفكوك كده، لا لازم تبقي مثبتاه كويس جدا. بعد كده ما ثبتهم، هجيب بقى معايا دوت، اي بقى عندك حبل خيش، فتلة، اي حاجة، يعني المهم تبقى بتدي نفس الغرض اللي احنا نعوزه دوت. دي كانت بتاعت شنطة كده، كرتون كده عندي، شكلها حلو قوي وجامدة كده وجميلة. ثبتها بمسدس الشمع، وبعدين جبت حتة من خافض اللسان كده علشان اثبت بيها الخيط بتاعي دوت عشان ما يفكش مني. واتكيت عليها كويس قوي علشان ما تفكش خالص. اهم حاجة في الشمع ان انا اسيبه لحد ما ينشف علشان لما اخلصه الشغل مني ما يفكش. جبت بقى معايا كمان ممكن تزوقي بقى بالحاجة اللي تعجبك خالص، يعني المتاح عندك ممكن تشتغلي بيه. عندي القلوب ديت شكلها جميل قوي، قلوب كده مبطنة من جوه، مش عارفة بسفنج ولا ايه، شكلها حلو قوي. عجبتني ان انا اعمل بيها معاكم الفكرة الجميلة دي. طبعا برضو الزواق اللي في الاخر او الديكور النهائي ده بناء على ذوقك. وتاني حاجة بالإمكانيات والخامات اللي موجودة معاكي، يعني بالمتاح معاكي اشتغلي بيه، يعني ما تقفيش على أي حاجة. وهيطلع منك ان شاء الله الشغل جميل جدا وحلو قوي قوي قوي. و... واكيد انت كمان هيبقى ذوقك احلى واجمل مني بكتير. انا جبت القلوب ديت وثبتها كده كأنها قوس كده بطريقة شكلها جميلة كده. ادتني منظر حلو زي ما انتوا شايفين كده. ثبتهم وخلاص، اخر واحدة كمان ثبتها وخلاص كده. جبت بقى معايا علبة بقى الايس كريم ديت، صغنونة كده، وهتنفع معايا في الديكور بتاعي. شكلها حلو. هبتدي ان انا اقسمها نصين. طبعا لو عندك اي حاجة تانية بنفس الشكل كده هتشتغلي بيها على طول، بس انا عايزة النص بس منها، مش عايزاها كاملة. وبرضو مش عايزة الحتة اللي فوق ديت، هشيلها واقصها بالمقص. انا عايزة بس الجزء اللي تحت ده، بس انا عايزه الجزء ده بس. هبتدي بقى اعمل ايه. عندي هنا قماش خيش، او القماش المتاح معاكي. انا كانت عندي حته خيش صغيره كده، هبتدي ان انا اغلف بيها الجزء ده معايا من العلبه. زي ما انتم شايفين كده. هثبتها كده وهبتدي ان انا اغلفها داير ما يدور، واثبتها من تحت. اهم حاجه ان هي تبقى متقفله معايا كويس جدا. مش هيبان بقى لونها، يعني مش مهم ان انا يعني ان انا ارشها او ادهنها في الاول، هي كده كده هتبقى متدارية بالقماش اللي احنا حاطينه عليه.
وخلي بالك كويس جدا من وانتي بتلزقي بالشمع، علشان خاطر بيبقى سخن جدا، ولسعته صعبة جدا. يعني حاولي بقدر الامكان يعني ايه، لو في حاجة عايزة تتثبت ممكن تثبتيها بحاجة بالمقص، بحتة من خافض اللسان، يعني خافض واحد كده وتثبتي بيه. اهم حاجة تخلي بالك عشان لسعته بتبقى صعبة جدا في الايد. تشيل بقى الزيادات اللي تحت وتروحي مقفلاها كده. انا قفلتها خلاص من جوه ومن بره كده شكلها جميل. هجيب بقى معايا حته شريطه كده لونها احمر برضو عشان تدي ميكس كده مع القلوب الجميله ديت. وهلفها عليها كده. ثبتها الاول من جوه وبعدين همشي عليها كده من النص بالظبط. شكلها جميل قوي ان شاء الله، يا رب تعجبكم. واكون يعني اكون افدتكم باي فكرة من اللي انا بعملهم. كده خلصتها. هبتدي بقى الزق عليها من الحروف كده وبعدين اروح لازقاها في الحتة اللي في النص اللي احنا سايبينها دي. كتير ببقى مبسوطة بتعليقاتكم الجميلة اللي بشوفها على القناة، وبتسعدوني جدا بكمية التعليقات الإيجابية الجميلة اللي انتوا بتعملوها لي. بحب أشكركم قوي قوي قوي، يعني ربنا يبارك فيكم بجد. بعد ما خلصتها ولزقتها كده، عندي بقى عايزة اكسر اللون كده بحاجة خضر شكلها جميل كده، تبقى زي ايه، كأنها تابلو، وفي زرع كده شكله جميل. ده الزرع ده ثبته من تحت كده بشوية، لزقت عليه شوية شمع ورحت حطاهم من تحت كده. بقى بعد ما خلصت الفكرة بتاعتنا معانا، شفتي بسيطة جدا ومن حاجات يعني بسيطة قوي، يعني ممكن نعملها بشوية ورد ستان، بأي حاجة ديكور بسيط، شوية خافض لسان صغننين كده. عملنا فكرة جميلة قوي. يا رب تعجبكم وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. هي بصراحة عجباني جدا وعلقتها في الريسبشن عندي، شكلها جميل قوي. تقولي لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.